السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تنزلوا دلوقتي حالا تحطوا لايك للفيديو دوت. بالله عليكم كل اللي بيشوف الفيديو دوت ينزل يحط اللايك دلوقتي حالا. يعني معرفش انتوا بتستخسروا اللايك ليه، يعني والله اللايك مش بفلوس، بس دعم ليا مش اكتر. فانزلوا دلوقتي حطوا اللايك واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا كده، عشان اوصل 1000 مشترك عاجلا غير اجلا ان شاء الله باذن الله يا رب. النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مكرونه بشاميل، بس مكرونه بشاميل على اصولها زي ما بيقولوا. اول حاجه كده عشان ما نتوهش من بعض، حطيت كيس ونص مكرونه في قلب الميه اللي قلبت، اللي غلت يعني على النار، وهغطي عليها لحد ما تستوي، تبقى ناقصه ربع سوا بس. بعد كده هحط معلقه سمنه كبيره او زبده او زيت، اي حاجه اللي موجوده عندك في قلب الصينيه كده، زي ما او ممكن تعملها انت بقى في اي حاجه. المهم هحط كده معلقه سمنه كبيره، وانا مقطعه الفراخ قطع كده صغيره. انا هعمل كميه على قد الصينيه البايركس اللي انا هعمل فيه يعني. واقوم مديها صدمه، اول ما تنشف كده وتاخد صدمه ولونها يتغير، هقوم نازله عليها بالبهارات اللي عندي. عندك فلفل وكمون وكزبره ماشي، ما عندكيش ممكن تحطي بهارات زي دي زي اللي انا حطيتها لو موجوده عندك، مش موجوده يبقى في البهارات اللي عندك عادي، اي بهارات انت بتحبيها يعني. المهم هنزل كده بمعلقتين كبار او 3، قول معلقتين كبار بهارات اللي هي بتاعه الشيش طاووق اللي هي جاهزه دي. وبدام انا حطيت البهارات دي مش هحط اي بهارات تانية من عندي، يعني مش هحط ولا فلفل ولا كمون ولا اي حاجة تانية خلاص. يدوب بس هظبط الملح وخلاص. والمكرونة انا مش بحط مع المية زيت. ليه بقى؟ اولا لان اصلا انا في المعتاد ما كنتش بحط زيت غير فين وفين. ثانيا الزيت غالي، فيدوب احنا بنطبخ بيه بالعافية اصلا، فهنحطه كمان في قلب المية. المكرونة مش بتجرالها اي حاجة اصلا يعني. المهم الفراخ بقى خدت الصدمة بتاعتها كده، وقمت راكناها على جنب ونازلة ببصلتين وسط وبصلايه صغيره، يعني 3، قولي بصلتين كبار حلوين كده. مبشراهم انا كويس قوي، عاملاهم يعني في الكبه كويس قوي لحد ما بقوا ناعمين. وافضل اشوح فيهم شويه كده لحد ما يتبلوا، بقوم خلطاهم مع الفراخ ومقلباهم مع بعض كويس قوي، واسيبهم بقى مع بعض شويه كده. وكل شويه كنت ببص على المكرونه اشوفها استوت ولا ايه. هنا لقيتها استوت، اقوم شايلاها وبحط المصفى في قلب الحوض وبصفيها وبنزل عليها ميه ساقعه فترة يعني كده من قلب الحنفية على طول. ليه؟ عشان السوا بتاعي يتوقف لحد كده، ما تكملش السوا في السخونية بتاعتها. بس في ناس ما بتعملش الخطوة دي، لكن الخطوة دي مهمة عشان لو سبتيها المكرونة هتتلت منك ومش هتبقى حلوة. بعد كده مقطعين طماطمتين صغيرين، قرن فلفل وقرن شطة. فلفل دوت فلفل احمر الوان. اول حاجة بنزل على الفراخ بالفلفل والشطة مع بعض، واقلبهم كده شوية في بعض، واسيبهم بقى شوية. وهنا في الحلة اللي صفينا منها المكرونة بقوم قايدة عليها تاني النار كده، وبقوم حاطة معلقتين 3 سمنة كبار. وانا هحتاج تاني احط كمان معلقتين، يعني قولي حطي مثلا معدل مثلا 5 معالق سمنة كبار. وبقوم نازلة عليهم بالدقيق. والدقيق بحط قد ايه برضو؟ بحط قول برضو حوالي، انا ما بحطش يعني بصراحة مقدار معين، لكن بحط حوالي 4 5 معالق برضو، لحد ما السمك يبقى مظبوط. هوريهولكم ازاي دلوقتي. والفراخ هنا كانت الفلفل دبل شوية كده، قمت حاطه عليها نازله بقى بالطماطمتين اللي انا مقطعاهم صغير برضو، وبرضو بهارات اللي هي بتاعه الشيش طاووق اللي هي الجاهزه، والملح، وظبطت حدقها واسيبها بقى تستوي كده براحتها على النار. اول ما تخلص سوا هركنها وتبقى ايه، الحشو كده خلص خلاص معانا. بعد كده نرجع للبشاميل تاني. حطيت السمنه وحطيت الدقيق، هلاقيه تقيل هقوم مزوده زبده تاني. انت هيبقى عندك زبده، سمنه، زيت، اي حاجه المتوفر عندك اعملي بيه. زي ما قلت لكم هو زود زبده لحد ما الاقي السمك مظبوط. هتعرفي ازاي ان السمك مظبوط؟ يبقى زي ايه، كريمي تقيل شويه كده، ما يبقاش يعني كده خفيف بالنسبه لي. فهزود كمان معلقتين دقيق او معلقه كده ملانه، واشوفه تاني لحد ما يبقى مظبوط. المهم اول ما الاقيه بقى خلاص مظبوط معايا، هقوم نازله عليه باللبن. انا بحط لبن قد ايه؟ والله لو انا عندي شوربه بقى فراخ، شوربه لحمه، ايا كان، بحط نص كيلو لبن والباقي بالشوربه. طب لو انا ما عنديش شوربه، بحط كيلو لبن والباقي ميه ومرق الدجاج، عشان يعني يبقى فيه تعادل. وزي ما انتوا شايفين هو ده السمك اللي انا بقول لكم عليه اللي هنبقى محتاجينه، بس عشان يبقى فيه تعادل زي ما انا ما بقول لكم يعني. انا بقى ما كانش عندي شوربه، فحطيت كيلو لبن، وبعدين حطيت الميه ومكعب الدجاج او مكعب ونص، يعني ممكن تحطي مكعبين دجاج
عشان طبعا انت زي مزوده الباقي ميه، انا هفضي نص كيلو هو دوت نص، وافضي كمان نص كيلو بس، واقلب بقى كويس بالمضرب. وبنتي جنبي اهو زي ما انتوا شايفينها، ادعوا لي ربنا يخليهم لي يا رب، هي واختها، ويبارك لي فيهم ويرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه بحق جاه النبي، وكل واحد نفسه في اي حاجه يحققها له يا رب. وكل اللي اشترك معايا جديد في قلب القناه احب اقول لكم نورتوني جدا جدا جدا، وربنا يبارك لكم ويفرحكم دايما كده زي ما انتم ما بتفرحوني وبتشتركوا عندي في القناه، ويكبر بخاطركم يا رب. ما تنسوش اللايك بقى يا جماعه. المهم حطيت بقى اللبن وحطيت الميه زي ما قلت لكم، وحطيت مكعبين الدجاج، وبحط بهارات اللي هي بتاعه الشيش طاووق اللي هي الجاهزه برضو، معلقتين 3 كده من بتوع الشاي. وما حطيتش بقى فلفل ولا كمون ولا اي حاجه، خلاص هي البهارات دي كفايه يعني. وهظبط الملح وخلاص، والسمك بتاعها يبقى كريمي كده، يعني ما يبقاش خفيف قوي ولا تقيل قوي، يبقى مايل كريمي مايل للتقل سنه، عشان انا بحبه كده. وهظبط الملح بتاعه وخلاص. لما بيبقى تقيل بيبقى اطعم وبيبقى احلى، لكن خفيف قوي كده بيبقى مايع، يعني اللي هو خفيف قوي قوي زياده عن اللزوم بس. لكن لما بيبقى تقيل شويه بيبقى طعمه جميل يعني. المهم يعني اللي يشوف الفيديو ده يجربه بنفس الطريقه دي، وهتعجبكم قوي يعني ان شاء الله. دلوقتي فضيت انا بقى الفراخ كده في قلب طبق، عشان اخد الصينيه ديت اخلط فيها المكرونه مع البشاميل. اللي باخد نص كميه المكرونه في الاول، واحط عليهم قد مثلا مغرفتين بشاميل كده، واقلبهم كويس اهو، مغرفتين حلوين كده ملانين بشاميل، واقلبهم في بعض كويس، واقوم مفضيهم في قلب البايركس كده. والبايركس دوت اللي هو الوسط، يعني هما بيبقوا 3 فوق بعض، كبير ووسط وصغير، ده الوسط. واللي عايز يبقى احلى واحلى كمان يخليه كيس مكرونه او كيس وربع. انا كنت عامله كيس ونص، فكانت ايه سميكه سنه مش قوي يعني، بس كانت حلوه برضو. يعني لازم أنا اقول اللي ليا واللي عليا، يعني مش عشان عملت الحاجه يبقى خلاص، لا بصراحه برضو. المهم اقوم بقى مفضيه كده في قلب البايركس من تحت برضو مغرفتين 3 بشاميل، لحد ما اغطي ايه قاع البايركس كده من تحت، وبفرشها كويس. وبعدين بقى افضي المكرونه بقى، الكميه كلها اللي انا عاملاها دي نص المكرونه اللي قلبتها في البشاميل اللي بفضيها تحت، وبعد كده اسويها كويس قوي. وطبعا بظبطها بالمعلقه كده، وكمان بضغط عليها بشطف ايدي طبعا، وبضغط عليها بايدي عشان تبقى ماسكه في بعضها قوي، يعني متبقاش ايه مفرده عن بعض. وبعدين بحط بقى الفراخ الحشوه كلها. اكترية الناس على فكرة بتعمل مكرونة البشاميل دي باللحمة المفرومة، بس هي بالفراخ بتبقى حاجة تانية خالص بجد، يعني بالفراخ والله العظيم بتبقى تحفة تحفة تحفة. فاللي ما جربهاش بالفراخ قبل كده لا جربوها بالفراخ. وهي هياها انتوا ما بتحطوش، يعني لو بتحطوا مثلا على الصينية الوسط نص كيلو لحمة او ربع كيلو لحمة، كل واحد على حسب ما بيحط، برضو حطوا في الفراخ زيه بالظبط، نص كيلو او ربع كيلو اللي انتوا بتحطوه. انا بحط يعني فوق الربع كيلو بسنة، بحبة صغيرة. المهم بقيت المكرونة قلبناها برضو في البشاميل، وبقوم حطاها هي كمان، وبرضو بضغطها كويس بالمعلقة، وبضغطها بايدي برضو كويس عشان تبقى كلها دخلت في بعضها وماسكة في بعضها كويس. وبعد كده بنزل بقى بالبشاميل اللي انا عاملاه كله كده على الوش، لحد ما اغطي الوش كويس، وبفرد ده كده، وما اخليش اي مكرونه باينه ولا فتحه من بتاعه المكرونه اللي باينين دول يبقى باينين، لا بغطيها كلها بالبشاميل كويس. وطبقة البشاميل كل ما تبقى كتير من فوق زودي البشاميل بتبقى اجمل، لكن ما تخليهاش حاجة بسيطة خالص كده من على الوش، لا بيبقاش لها طعم قوي. الوش دوت المكرونة بتشرب منه كده، وبيبقى باقي لسه على الوش، فبيبقى كريمي وتحفة كده وانتوا بتاكلوا. وبساوي بقى البشاميل كويس كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا في الاول لقيت يعني كنت لابسه الترنج وكده، ولقيت البنطلون هيبان، قمت داخله لابسه ايه العبايه اللي هي ام نص كم دي. فايه رأيكم في الماتشنج بتاعي بقى؟ هايل صح؟ نص كم كده، والكم بتاع الدفاية باين، حاجة فظيعة. شايفين بقى الطبقات والتحفة والجمال والروعة، حاجة كده خيال وهم بصراحة. طبقة المكرونة باينة والبشاميل باين وكله. المهم بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، واسيبها لمدة نص ساعة من تحت. وبعد كده اقوم مخرجاها، حاطه الجبنه الموتزاريلا على الوش، وسايباها بقى كده وتحفه. وما تنسوش اللايك يا جماعه، وبألف هنا وشفا. الضوء الوش ده في الاخر بقى، شايفين التحفة بقى؟ حاجة كده وهم خيال، والله العظيم بتبقى جميلة قوي.
جبنه من على الوش اهو، وشكلها بيجوع اهوت ولا ايه؟ والطبقات بتاعتها تحفه، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. والطبقات باينه، الفراخ باينه والمكرونه وكل حاجه، وبألف هنا وشفا كده على قلوبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وربنا يبارك لكل واحد حط اللايك.